قبل ما ابدا الفيلم هيقول لك وحشتني يا صديقي. النهارده جايب لك فيلم من جماله هتقول ده حلم، حاله من المتعه والتشويق والاثاره التي لم ولن تتكرر ابدا. كل اللي عليك تركز معايا وتصبر في البدايه علشان تستمتع بالنهايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بسفينه فضاء تابعه لمؤسسه لايف بتكون راجعه من الفضاء ومعها 4 كائنات فضائيه، ولكن وهم نازلين بتحصل مشكله في السفينه وبتقع ولعه في جزيره في شرق ماليزيا. كارتلون رئيس المؤسسه بيبعت فريق مخصص للسفينه، هو بيكون هيتجنن على الكائنات الفضائيه اللي في السفينه. بيقول لهم الكائنات حصل لهم حاجه، المساعده بتقول له 3 موجودين ولكن في واحد ناقص والمشكله ما نعرفش انهي واحد فيهم، وال3 الباقيين موجودين في امان. بيقول لها طب ايه اخبار الرجاله اللي كانوا على السفينه؟ بتقول له كلهم ماتوا ولكن بيكون في واحد فيهم لسه عايش، فبياخدوه بسرعه في الاسعاف. وهم في الطريق كورلين بتحضر له اسعافات اوليه، فبيقوم من مكانه. بيكون الفضاء الرابع في جسمه بيخلص على السواق والعربيه بتتقلب بيهم، والكائن بيتنقل لجسم كورلين. بتخرج من الاسعاف وكل جراحه بتتداوى وبترجع زي الفل. وهنا بيظهر معانا ايدي الولد الخطير الوحش المثير. هاني خطيبته بالصحيح من النوم بتقول له قوم يا عم الساعه داخله على الحظاظه، بتدي له حاجه على الماشي لحد ما ترجع له بالليل، بتسيبه وتمشي. وهو بيجهز نفسه وبيطلع على شغله اللي هو مراسل تحقيقات، ولكن ايدي بيكون مختلف عن باقي المراسلين، جريء وقلبه ميت، عنيد ما بيخافش من اي حد، اهم حاجه عنده الاتقان في شغله ويوصل الحقيقه للناس مهما كانت، ولذلك الكل بيحبه ومعجبين بطريقه شغله. بيخلص تصوير وبيرجع لجاك رئيسه في الشغل، بيقول له عاش عليك يا دودي يا ابني كالعاده مبدع، انا رتبت لك لقاء مع كارتلون صاحب مؤسسه لايف، كلامك هيكون معاه في حدود الصواريخ اللي بيعملها مش اكتر، هيك تتهور وتسال في اي حاجه وتكتر، ده راجل واصل ويقدر يشتري شركتنا دي ويعملها مصنع سكر. بيقول له لو راجل ماشي في السليم انا ما عنديش مشكله، ولكن هشوف لو كان له اي مصايب او تهم موجهه ليه من حق اساله فيها. بيقول له انا عارف ان دماغك ناشفه ولو في حد افضل منك عندي كنت بعته، ولكن للاسف مفيش، وحياة امك ما عايز اي مشاكل. بيقول له خلصانه هشوف. بيسيبه وبيروح لخطيبته وبيحكي لها اللي حصل. بتقول له طيب خلي بالك وبلاش الجراءه مع كارتلون. وبعدين ده راجل بيصنع علاج لمرضى البنكرياس. بيقول لها عندك حق، طب والناس اللي بتخش الشركه بتختفي ما بترجعش تاني تفتكر ان ده عادي؟ بتقول له احنا ملناش دعوه، علشان خاطر بلاش تورط نفسك معاه، ممكن يأذيني ويأذيك. بيقول لها هبقى اشوف. بيروحوا البيت بيعملوا الواجب وبتنام. بيخش يجيب عصير من الثلاجه ويفتح اللابتوب بتاعها، هو بيخش على ملفات المؤسسه اللي بيكون فيها مصايب متلتله. بيخترعوا علاج جيني لسرطان البنكرياس وبيجربوها على البني ادمين، والتجارب بتفشل والناس بتموت منهم. تاني يوم بيروح لكارتلون، هو بيقول له خلينا نبدا بحياتك الشخصيه، انت اتولدت في بريطانيا وانت عندك 19 سنه، اكتشفت علاج جيني يطول عمر الناس المريضه بسرطان البنكرياس، وانت عندك 24 سنه اهو بتخترع صواريخ وبتسافر الفضاء تكتشف كائنات حيه، ومن ده عملت مؤسسه لايف وبقى عندك ثروه كبيره جدا. الناس بقى حابه تعرف انت ازاي بتجرب العلاج بتاعك وبتتاكد انه نجح. في ناس بتقول ان تجاربك بتكون على البني ادمين وبتختار الناس الفقيره وبتشتريهم علشان تجرب عليهم اختراعاتك. بيقولوا دي اشاعات على الانترنت. بيقولوا طب والقضايا القانونيه المرفوعه ضدك والناس اللي بتخش عندك وتختفي زي قضيه سام وساره، ما بيعرفش يرد عليه، فبيشاور لرجالته ينهوا اللقاء، وفعلا رجالته بيوقفوا التصوير. هدي بيقول له انت مجرم ومش هسيبك الا لما اكشفك على حقيقتك قدام الناس. بيقول له اشوف وشك بخير يا ايدي. بيسيبه وبيرجع تاني لجاك، بيقول له هو ده اللي اتفقنا عليه؟ بيقول له ده مجرم وما ينفعش نسكت على جرايمه اكتر من كده. بيقول له انت فاكر انك هتعرف تعمل معاه حاجه؟ للاسف انت مطرود من هنا يا ايدي. بيسيبه وبيروح لخطيبته اني، بتقول له انا وثقت فيه وانت خنت ثقتي وخدت المعلومات من عندي، ارتحت اهو طردني من شغلي، مش هقدر اكمل مع شخص استغلني وخذلني فيه. بتسيبه وتمشي. في الوقت ده بتوصل الكائنات الفضائيه المؤسسه وكارتلون بينزل يستلمهم بنفسه، هو بيكون في منتهى السعاده. اوكرين بتروح السوق وبتاكل السمك وهو صاحي. صاحب السمك بيقول لها انت اتجننتي؟ هدي بتتحول لسلاح وبتخلص عليه. رجاله السوق بيتلموا عليها فبتقتلهم كلهم. بتروح للست الكبيره دي والكائن الفضائي بيتنقل لجسمها، وكارتلون بيبدا يجرب كائن من الكائنات على الارنب، والدكتوره دورا بتقول له الكائن اندمج مع الارنب. بيقول لها ممتاز، احنا لازم نجربه على انسان. بتقول له ده غلط، احنا المفروض نصبر شويه ما نعرفش ايه ممكن يحصل للارنب. بيقول لها نصبر ايه؟ ده اكتشاف عالمي، بالاكتشاف ده هيكون عندنا القدره نسافر الفضاء بكل سهوله. اسمع الكلام، احنا بنعمل للمستقبل، بنعمل لاولادنا. هلا بالحق عاملين ايه اولادك؟ بيسيبها ويمشي. هو بعد 6 شهور ايدي بيكون متدمر تماما، بيبيع شقته وبيسكن في منطقه وحشه بالايجار. بيروح لتشين بيمسي عليها بيخش الماركت يجيب طلبه، ولكن مره واحده بيخش عليها البلطجي ده وبياخد كل الفلوس اللي معاها في الدرج، وكمان عليهم ازازه ويسكي، وايدي واقف مستخبي لحد ما يمشي الحرامي. وفعلا الحرامي بيمشي، وايدي بيروح لها بيقول لها خدي دول واعتبريني صاحب الحرامي ما تحاسبنيش. بيرجع تاني البيت وجاره الرخم بيكون مشغل اغاني ومعلي الصوت على الاخر، بيحاول يريح جسمه وما بيعرفش. بيخرج بره بيكون نفسه يكسر عليه الباب ما بيقدرش، فبيرجع تاني على السرير وبيسد ودانه بالمخده. وكارتلون بيكون مستمر في التجربه
تجارب على المتبرعين، وبيدخل المتبرع ده علشان يجرب عليه، بيكون غاسل دماغه بالدين والتضحيه والفلوس، وفعلا بيخرج عليه الكائن، بيفضل ماشي لحد ما بيوصل لجسمه وبيطلع عليه. مره واحده بيخش جوه جسمه والامور بتكون مستقره لمده 5 ثواني، ولكن مره واحده الكائن بيفضل يعجن في كل امعائه لحد ما بيطبخه بالكامل من الداخل، او بيخرج من جسمه تاني. كارتولون بينصدم، او بيقول لهم جهزوا له المتبرع التاني، والدكتوره دورا ما بيكونش عاجبها اللي بيحصل في الناس، فبتروح لايدي وبتقول له ده رقمي، اتصل بيا انا محتاجه مساعدتك، انا شغاله في مؤسسه لايف. بيقول لها بجد؟ بتقول له اكيد. بيقول لها طيب الكلام ما بيننا انتهى، او بيسيبها ويمشي. بتروح وراه جري وبتقول له كل اللي انت قلته صح، عندنا مختبر مليان ناس فقراء وكارتولون بيستغلهم بفلوسه وبيقتلهم بتجاربه. بيقول لها شفتي ده بعينيكي؟ بتقول له كل حاجه انا بكون مشتركه فيها بس بيكون غصب عني. بيقول لها بلغ الشرطه. بتقول له ما اقدرش، هيعرفوا يقتلني انا وكل عيلتي، ده شخص عنيد وفلوسه مقويه قلبه. بيقول لها انا عارف، ده انا كلمتين قلتهم معاه خسرني خطيبتي وشقتي ودمر حياتي بالكامل، تخيلي بقى لو عملت معاه حاجه تاني ممكن يعمل فيا ايه. شوفي بطل غيري ينجز مهمتك وينقذ الناس، انا مش قد الشخص ده. هو بيسيبها ويمشي، بيروح عند بيت خطيبته وبيستناها ترجع، وفعلا بترجع. بيقول لها ايه الصدفه الجميله دي، انا كنت جاي اجيب 2 كيلو بتاع بس ما لقيتش. بيلاقي صديقها الجديد معاها، بيسلم عليه وبيسيبهم وبيخش جوه. بيقول لها خلي بالك ده معاه نسخه من مفتاح بيتك. بتقول له اكيد، يرضيك اشيل النسختين لوحدي؟ والله فيك الخير يا اني، ما تشوفي لي نسخه ثالثه معاكي. المهم بيقول لها هو شغال محامي؟ بتقول له لا دكتور. وبعدين انت مالك؟ بيقول لها يعني من باب الاطمئنان عليكي. ويا ترى اتعرفت عليه ازاي؟ بتقول له ايه دي، انت عايز ايه؟ بيقول لها عايز اقول لك وحشتيني وكان عندي امل نرجع لبعض تاني، احنا خلاص كنا شهور قليله وهنتجوز واكيد هنلاقي طريقه نرجع بيها لبعض تاني. بتقول له مستحيل اخد النسخه منه واديها لك تاني. بيقول لها طب ما تجيبي مفتاحك اعمل عليه نسخه. بتقول له لا. طب نبدل في المفتاح انا يوم وهو يوم. برضه لا. ايدي بيمشي من المكان وهو بيكون في منتهى الحزن. زعلش يا ايدي، انا متاكد انك هتلاقي قفل ما تضربش فيه مفتاح. المهم الدنيا بتضيق بيه، فبيخرج الكارت من جيبه وبيتصل بالدكتوره. بيقول لها ايه خطتك؟ بتاخده في العربيه معاها وبتدخله المؤسسه، بتنزله في الجراج. هو بتقول له لو تم اللي في دماغ كارتولون حرفيا العالم هيتدمر، عايز يستغل الصواريخ بتاعته ويسافر الفضاء يجيب كائنات فضائيه تعيش معانا على كوكب الارض. بيقول لها كائنات زي اللي بنشوفها على التلفزيون وكده؟ بتقول له لا يا خفيف، دي كائنات تسمى بالسيمبيوت، ما بتقدرش تتحرك غير بمساعده من انسان. كارتولون فاكر ان لو الكائنات دي اندمجت في جسم الانسان هيقدر يسافر الفضاء ويحمي نفسه من الكائنات التانية. بيقول لها يعني هو عايز البشر يتحولوا علشان نقدر نعيش في الفضاء؟ بتقول له او يجي يعيشوا في الارض. بيقول لها ده مجنون بقى. بتقول له مفيش قدامنا وقت، استناني جوه لحد ما ارجع لك. بيخش جوه بيلاقي مصايب سودا، بيخرج الموبايل وبيبدا يصور كل حاجه، ولكن مره واحده بيلاقي واحده هو يعرفها من المتبرعين. بتقول له ايه دي، هرجوك خرجني من هنا انا بموت. بيحاول يحط اي باسورد ولكن بيطلع غلط والانذار بيشتغل، فبيجيب طفايه الحريق هو بيكسر الباب علشان يخرجها، فبتهجم عليه وما بيقدرش يقاومها. بتمسك في رقبته والكائن اللي جواها بيتنقل لجسم ايدي، ما بيركزش في حاجه وبيهرب من المكان قبل ما يجي الامن. وهو بيهرب الامن بيقابله وبيبدا يخبط فيهم واحد ورا التاني، وهو بيكون مستغرب من اللي بيعمله، مفيش حاجه بتقدر توقفه، لا بيبان ولا حيطان، بيكسر في كل حاجه من قدامه وبيهرب على الغابه. بياخدوها جري وراه وبيضربوا عليه بالاسلحه ولا بيتاثر، بيفضل يجري منهم ومره واحده بيختفي من قدامهم. بيسيبوه ويمشوا وهو بيكون طلع فوق الشجره. بيروح لبيته وهو مش فاهم اي حاجه، والدكتوره بتتصل بيه بتقول له عملت ايه؟ بيقول لها ما تقلقيش صورت كل حاجه وهكلم واحد صاحبي يوديه في 60,000 داهيه. بيقفل معاها وبياكل اي حاجه بتقابله في التلاجة، وبيفتح كيس الزباله بياكل بواقي الدجاجه. لا حلوه دي، انا انفع شاعر، وكمان شعري هيكون ناعم وطويل. المهم بيخش الحمام وهو بيرجع الله يقرفه، بيروح يغسل اسنانه، بيبص في المرايه بيلاقي صوت جواه بيقول له ايه دي؟ من الخضه بيخبط نفسه في الحيطه بيغمى عليه. وكارتولون بيقول للامن الكائن بتاعي يرجع النهارده وعايز اعرف ايه اللي حصل امبارح بالظبط. والكائن اللي في الست الكبيره بيتنقل للطفله دي وايدي بيفوق من الغيبوبه، هو بيتصل باني علشان يثبت لها ان كارتولون مجرم حقيقي. بيروح لها المطعم وهي قاعده مع المفتاح الجديد، بيقول لها بصي طلع مجرم زي ما انا قلت لك بالظبط. بتقول له انت في ايه مالك؟ بيقول لها جعان. بيمسك السمكه دي وبيقول لها دي ميته، انا عايز حيوان عايش. بيفضل يدور في المكان بجنون على حيوان عايش، وبيقول لهم انا حران، وبيروح يقعد في حوض السمك. مديرة المكان بتقول له انا هطلب الشرطه حالا. المفتاح بيقول لها ده مريضي معلش انا هعالجه. وايدي بياكل السمك اللي في الحوض، بعدها بيروح مع الدكتور مفتاح بيكشف له، وبعدها بيروح البيت. هاني بتتصل بيه وبتقول له ما تقلقش تقريبا اللي عندك ده طفيلي. بيقول لها طيب الطفيلي ده عنده قدرات خاصه يعني بيخليني اجري بسرعه واطلع على الشجر ومفيش حاجه تاثر فيا؟ بتقول له كل اللي انت فيه ده هلوسه، مفيش حاجه حقيقيه بتحصل. والكائن اللي جواه بيقول له انا وانت بنقدر نعمل كل حاجه. الدكتور مفتاح بيقول له ما تقلقش يا ايدي انا هظبط لك علاج وهتخف من اللي انت فيه. بيقفل معاهم بسبب صوت الموسيقى المزعج اللي عند جاره، فبيروح يخبط عليه. هو بيقول له بعد اذنك
وطي الصوت شويه لان الفتره دي انا تعبان جدا. بيقول له انا مالي يا عم. فبيقلب له على الوش التاني بيقول له خلاص هوطي حالا. بيرجع تاني مكانه وكارتلون بيعرف ان هي اللي دخلت الشخص اللي اخذ الكائن الفضائي. بيقول لها قولي لي مين هو. بتقول له مستحيل اقول لك. بيقول لها يبقى اكيد بتحبيه وخايفه عليه. لو بجد بتحبيه هتقولي لي فين علشان ارجعه واخد الكائن لانك انت عارفه ان الكائن ده ممكن يقتله. انا بكلمك في مصلحته. بتقول له ايدي بروك. بيقول لها تمام كنت افضل دكتوره عندي. طلعوا عليها الكائن يا رجاله. وفعلا بيطلع عليها الكائن وبيقتلها. وايدي قاعد بيعمل اكل وقبل ما الباب يخبط الكائن اللي جواه بيقول له ما تفتحش الباب. الباب بيخبط بيروح يبص ما بيلاقيش حد فبيفتح. بيكونوا رجاله كارتلون بيثبتوه بالاسلحه وبيقولوا له احنا عايزين الكائن اللي خدته. بيرفع ايديه لفوق. الكائن بيقول له نزل ايدك شكلنا وحش وضعيف. يقول له انا هموت بسببك. بيقول له وانا موجود. لا والله. بمجرد ما بيضربوا عليه بالاسلحه بيمسك اول اتنين واحد بايد والتاني بالايد التانيه وبيشقلبهم في بعض. بيقرب قائدهم وايدي بيقول له والله ما قصدي يا كابتن وبيخبطوا على الارض. بيجرب يقوم تاني من مكانه فبيخبطوا عن فينش خلفي. بيجي عليه واحد من بره بالسلاح ولكن الكائن بيبعده وبيقوم عليه بيكسر عظمه. بيسيب المكان وبيمشي ولكن بيقابل رجاله تاني. الكائن بياخده بيهربه من الشباك وبينزله تحت على الارض. بيبص في ازاز العربيه بيلاقي انعكاسه في المرايه وحش بشع. بيقول ده وهم انا مصاب بطفيلي. فالكائن بيلزقه في الحيطه. بيقول له انا طفيلي وريني بقى مين هينزلك. ورجال كارتلون بيحددوا موقعه. بيقول له خلاص يا عم نزلني انا امنت بيه. ابوس ايدك فكني هيقتلوني. قبل ما يجي عليه الصاروخ الكائن بيفكه وبياخد الموتوسيكل ويهرب. كارتلون بيقول لهم اياكم يهرب. انا مش مصدق انه حقق التعايش مع الكائن. دي اول تجربه تنجح لازم ترجعوه بالكائن بتاعي. وفعلا رجالته بيخرجوا عليه طيارات صغيره ولكن ايدي بيفضل يهرب منهم بكل براعه. ولكن ولاد الهرمه بيكونوا حواليه من كل اتجاه. بيقفوا في وشه بالعربيه بيميل على الارض. هو بيخرج شباك منه وبيهرب منهم تاني. بياخدوها جري وراه وايدي بيقول للكائن الطريق مسدود. بيقول له تفتكر ان ده هيفرق معايا؟ لا والله. بيطلع شباك من جسمه وبيمسك في الحديد وبينزل على الاسفلت ولا بيشغله حاجه. بينزل تحت على الاسفلت بيلاقي ولاد الهرمه تحت مستنيين وعربيه بتزنقه واحده يمين وواحده شمال. هيدي بيقول له هنموت. بيقول له وانا موجود. لا والله. بيمسك دركسيون عربياتهم بيرمي واحد يمين وواحد شمال وبيدمر عربياتهم. هيدي بيقول له انت جامد قوي يا اسطى. بيلاقي العربيه الثالثه وقفت في وشه. بيشقلب على الارض جسمه بيتكسر بالكامل. وقائد الامن بيقول له كارتلون قبضنا عليها ريس. بيقول له هاتوه وارجعوا بسرعه. بيقرب منه وهو بيقول له اخرتها جبتك تحت رجلي. تفتكر انهم هياخدوها صديقي؟ لا والله. مره واحده بيمسك في رقبته وجسمه المتكسر بيبدا يرجع لطبيعته تاني وبيخرج له الوحش العنيف الاسد المخيف فينوم. بيقول له انت بالنسبه لي وجبه خفيفه. هو بيكون خلاص هياكل دماغه ولكن واحد من رجالته بيضربه بسلاح فبياكل دماغه هو. الشرطه بتحضر في المكان وفينوم بياخدها تنطيط يمين وشمال وبينزل في الميه بيخرج من الناحيه التانيه بشكل ايدي. بيقول له ايدي رجلي ايه اللي حصل ده حد يفهمني. بيقعد مكانه وبيخرج له فينوم. بيقول له انت مين؟ انت ايه؟ بيقول له انا فينوم وانت ملكي. بيقول له انت ازاي تاكل دماغ الراجل؟ بيقول له دي وجبه خفيفه اعتبر نفسك وسيله مواصلاتي. بيقول له انت عايز توصل لايه؟ بيقول له صاروخ كالترون الفضائي فاكره؟ بيقول له انت عارفه منين؟ بيقول له انا ساكن جوه عقلك اعرف عنك كل حاجه وعارف انك شخص فاشل تماما. ساعدني علشان ما تموتش معاهم. خد دكتور مفتاح بيقول لاني نتائج تحاليل ايدي ظهرت والظاهر ان اللي فيه ده خطر جدا. اني بتتصل بيه وبتقول له انت لازم تقابلني فورا. بيقول لها مش هينفع دلوقتي هكلمك بعدين. بيخش الشركه اللي كان شغال فيها هو بيقول لزميله ريتشارد انا لازم اطلع فوق فورا. بيقول له انت عارف ان ده ممنوع ومش هينفع. بيقول له طيب خد وصل الصور دي لجاك. بيقول له برضه انت عارف ان ده كمان ممنوع. فينوم بيقول له تحب ناكل دماغه؟ بيقول له لا ده معاه اطفال بيربيهم. ريتشارد بيقرب منه بيقول له يا عم ارجع انت مالكش دعوه بيا. بيخرج بره. فينوم بيقول له استنى. بيخرج على جسمه وبياخدها جري على المبنى. بيطلع على اعلى مكان وبيقول له تصدق ان عالمكم جميل جدا. العالم ده مش هين عليا يتدمر. بيقول له انا كمان بس نزلني عشان بدوخ من المرتفعات. ومره واحده طياره بتعدي صوتها بيأذي فينوم فبيخش جوه جسم ايدي. ايدي بيقع لتحت وبيقول له انت رحت فين الله يحرقك؟ بيقول له موجود. بيدخله مكتب جاك وبيقول له بالراحه يا عم عليا هتموتني. بيقول له ما تقلقش معنى انك تموت هموت معاك. بيقول له انت هتقف عليا؟ ما هو انت تقدر تروح جسم اي انسان تاني. بيقول له صعب اتحمل اي شخص غيرك انت مناسب جدا ليا. وايدي بيكتب جواب لجاك هو بيسيب له الصور اللي فيها جرايم كارتلون. فينوم بيقول له يلا نط من هنا. بيقول له مستحيل. بينزل من الاسانسير بيلاقي قوه كبيره من الشرطه تحت مستنيينه. بيقولوا له سلم نفسك. بيقول لهم بلاش علشان خاطري بلاش. ما بيسمعوا لهوش فبيقول لفينوم عليك بيهم. بيخرج فينوم ولكن ولاد الهرمه بيرموا عليه قنابل دخان. تفتكر ان ده هيفرق مع فينوم يا صديقي؟ لا والله. بيظهر ويختفي وكل ما بيظهر بيخلص على 2 3 فيهم. بيفضل يمرجح فيهم يمين وشمال لحد ما بيخلص على اغلبهم وعلشان ينجز بيطلع فوق البرج ده وبيوقعوا عليهم. بينزل لهم تاني وبيمسك واحد فيهم بيخبط بيه الباقي. بيفضل يفصص فيهم لحد ما بيخلص عليهم واحد واحد واخر
واحد بيرفعه علشان ياكله. هيدي بيقول له نزل الراجل اياك تاكله. هو مره واحده اني بتصرخ من المنظر، بتهرب من المكان وبتاخدها جري. فينوم بيخش وهيدي بياخدها جري وراها، بيقول لها اني استني صدقيني الشيء ده جوايا. بتاخده في العربيه، بيقول لها انا مش عارف اخلص من الشيء ده ازاي. بتقول له طب ما تعرفش ايه هي نقاط ضعفه؟ بيقول لها على ما اعتقد ملوش نقاط ضعف. فينوم بيقول له لا ليا، صوت الصفير والنار. والبنت الصغيره اللي فيها الكائن الفضائي بتوصل لكارتلون، بيقول لها انت تايهه يا حبيبتي، فبتمسك في رقبته والكائن بيتنقل لجسمه. وادي بيوصل المستشفى مع اني، والدكتور مفتاح بيقول له ما تقلقش انا عندي الحل اللي هيشفيك. فينوم بيقول له المكان ده خطر علينا لازم تمشي حالا، وبعدين انا اقدر اشفيك من اي حاجه. المفتاح بيقرب منه، ففينوم بيمسكه من رقبته، بيقول له هقتله لو قرب ناحيتك. اني بتشغل صوت زنه بتزعج فينوم. بتفضل الزفزفات دي شغاله لحد ما فينوم بيخرج من جسم ايدي. هيدي بيسيبه يخرج بره وبيقول له اخيرا خلصت منك، بقى انت حته جيلاتي زيك كانت عايزه تعيش في جسمي. هو بيسيب المكان وبيمشي. فينوم بيهرب من فتحه التكييف وبيخش في جسم الكلب ده. وهيدي بيفتح باب الاسانسير، بيلاقي رجاله كارتلون في وشه، بيخبطوه بمخدر بينام مكانه. وفينوم بيشوفهم وهم واخدينه، بيروح لاني وبيقف قدامها. وقائد الحرس بيقول لايدي انا هقطع لسانك قبل ما اقتلك. فبيخبطه بروسيه او بيكون خلاص هيضربه، ولكن كارتلون بيخش هو بيقول له هتعمل ايه؟ اطلعوا لي كلكم بره. قول لي بقى يا ايدي وديت الكائن بتاعي فين؟ بيقول له ما اعرفش، وحتى لو اعرف مكانه مش هقول عليه لشخص مجنون زيك. بيقول له كلامك جارح يا ايدي، ولكن هلتمس لك العذر لانك جاهل. عارف يعني ايه انسان مع فضائي في جسم واحد؟ هتبقى قدرات فتاكه مش عاديه، هتقدر تعيش في اي مكان انت عايزه. بيقول له انا عشت فتره في فضائي من بتوعك دول، واللي اكتشفت انها تقدر تقتل الشخص اللي بتلبسه بسهوله. بيقول له هسالك للمره الاخيره فين الكائن بتاعي؟ بيقول له ما اعرفش. فبيخرج عليه الكائن اللي في جسمه، هو بيقول له فين فينوم؟ بيرجع تاني كارتلون، هو بيقول له انت مالكش لازمه بالنسبه لي، خدوه خلصوا عليه يا رجاله. بيخرج بره وبيقول للكائن اللي في جسمه انا اسف لاني ما قدرتش احمل الكائنات الباقيين. بيقول له في منهم ملايين تحت طوعي وانا قائدهم. بيقول له قصدك انا وانت؟ بيقول له بالظبط، خلينا نروح نجيبهم الاول. والامن بياخدوا ايدي علشان يقتلوه، بيحاول يقتل قائدهم لكن ما بيقدرش عليه. ومره واحد منهم بيتخطف، فبيعرف ان فينوم وصل المكان. بيخلص على رجاله كارتلون بالكامل وبيقطم دماغ قائدهم. بيقول له ازيك يا ايدي؟ بيكون موجود في جسم اني، بيخليها تبوسه وبيرجع تاني لجسم ايدي. هاني بتقول له نهار اسوح انا قطمت راس واحد غصب عني. بيقول لها عادي انا متعود على الاحساس ده. فينوم بيقول لايدي اللي شفته مع كارتلون ده ريوت قائدنا، قدراته مش طبيعيه وعنده اسلحه فتاكه، احنا لازم نتحرك فورا قبل ما الصاروخ ينطلق. وكارتلون بيقول لرجالته انا اللي هسوق الصاروخ، محدش هيروح معايا. وايدي بيقول له فينوم اهدى بس وفهمني ايه حوار الصاروخ ده. بيقول له لو الصاروخ ده مشي من هنا ريوت هيجيب ملايين من بني جنسي يعيشوا على كوكب الارض، وبيني وبينك انا حبيت الكوكب بتاعك وشايف انه عكس الكوكب الفاشل بتاعي. بيقول له ايه المشكله لو بني جنسك جم هنا؟ بيقول له ساعتها الكوكب بتاعكم مش هيبقى فيه حاجه تعجبني وهيتدمر وهيبقى اسوأ من كوكبي، وعلشان نمنع الصاروخ ده ينطلق لازم نخلص على ريوت. بيقول له لازم يعني انا اجي معاك؟ وبعدين انت مش عايز تمشي ايه خلاك تغير رايك؟ بيقول له انت يا صاحبي. وكارتلون بيقول لفريقه غيروا ميعاد الانطلاق، انا هنطلق دلوقتي. الموظفين بيعرفوا ان في حاجه غلط، واحد منهم بيكون هيوقف الصاروخ ولكن ريوت بيخرج وهو بيخلص عليه وعلى كل الموظفين بالكامل. بيطلع بره علشان يركب الصاروخ، وايدي بيقول لفينوم انت متاكد ان احنا هنعرف نتخانق مع ده؟ بيقول له تقريبا كده. بيقول له كام احتماليه مكسبنا؟ بيقول له 0%. هو بيهجم عليه. ريوت بيقول له فينوم خش الصاروخ بسرعه. بيقول له مستحيل اسيبك تدمر الكوكب ده. بيقول له طب اتشاهد. وبتبدا المعركه ما بينهم، بيكون فاضل 3 دقايق والصاروخ ينطلق، وابن الهرمريوت بيكون مسيطر على فينوم طول وعرض. فينوم بيحاول يعمل اي حاجه وبيمسك في رقبته، ولكن ابن الهرمه بيطلع خناجر من ظهره، بيقع تحت في الميه، بينزل تخبيط فيه وبيمسك وشه وبيفصله عن جسم ايدي، بيقربه من بقه وبيكون خلاص هياكله. تفتكر انه هياكله يا صديقي؟ لا والله، هيدي بيمديله ايده وبيرجعه تاني لجسمه، والاتنين بيخشوا في بعض عجن، هو ما تعرفش مين مع مين ومين على مين. وفي النهايه ريوت بياكل فينوم وايدي، ولكن مره واحده اني بتشغل الصوت المزعج بتشتتهم هما الاتنين وكلهم بيتفرقوا عن بعض. هيدي بينزل تخبيط في كارتلون لحد ما بيكسر عظمه وبيرميه لتحت في الميه، ولكن ريوت بيرجع تاني لجسمه وبيخرج يغطه بالسلاح في بطنه، بيخلص عليه وبيطلع جري على الصاروخ. ولكن في اللحظات الاخيره فينوم بيخش في جسم ايدي يداويه قبل ما يموت، بيخرج السيف من بطنه وبياخدها جري على الصاروخ. ريوت بيقول له يا خاين، بيقول له اتمنى لك رحله سعيده. هو بينزل على الصاروخ بالسيف بيفضي كل امعائه، الصاروخ بينفجر وريوت وكارتلون بيموتوا وفينوم وايد النار بتحصلهم، ولكن فينوم بيضحي بنفسه، بيخرج بره جسم ايدي وبيبعد عنه النار، بيقول له مع السلامه يا صاحبي. هيدي بيصرخ عليه ولكن النار بتخلص على فينوم. بعدها ايدي بيرجع لحياته، هو بيروح لحبيبته اني، بيقول لها انا حياتي رجعت لي من جديد وكمان طلبوني في الشركه ارجع بس انا مش عايز، هعمل شغل لحسابي. فينوم خلاني اغير طريقه تفكيري. بتقول له ما تخليش مود فينوم ياثر عليه، هو بصراحه
بصراحه الاحساس بالقوه روعه، بصراحه كان احساس جميل لما كان في جسمي، بس اوعى تبلغ خطيبي بان فينوم كان في جسمي. ومره واحده الوحش فينوم بيتكلم جوه جسم ايدي، هو بيقول له سيبك منها، البت دي لوز يا اسطى، احنا لازم نرجعها لينا تاني. هاني بتقول له انت مركز معايا؟ فينوم بيقول لها يا ما نفسي ارجع لجسمك تاني يا ابيض انت. هادي بيقول لها انا لازم امشي حالا، خلي بالك من نفسك، ولو عملت نسخه بالمفتاح ابقى بلغيني. بيسيبها ويمشي، وفينوم بيقول له وحشتنا يا صديقي. بيقول له طيب بما انك لسه موجود انا ما عنديش مشكله تكمل معايا، بس تمشي بقواعدي وبقوانيني. بص بقى يا معلم، احنا هنبقى ابطال المدينه، في حاجه اسمها خير وحاجه اسمها شر، احنا بقى هنحارب الشر. بيقولوا ناكل الخير؟ بيقولوا لا هندافع عن الخير. بيقولوا طب وبالنسبه للشر ممكن ناكل رؤوسهم عادي؟ بيقولوا ممكن اسمح لك تاكل رؤوسهم ولكن مش في كل الحالات. بيروح الماركت لتشين كالعاده، ونفس الحرامي اللي بيسرقها كل مره بيجي الماركت. فينوم بيقول له اخيرا فرجت علينا، ده شرير صح؟ بيقول له مش قوي، وهو الحرامي رافع سلاح على تشين. هيدي المره دي ما بيستخباش، هو بيخش عليه بوش فينوم بيكسر عظمه. هو بيقول له لو لمحتك بتسرق اي مكان تاني هاكل ايدك، وفي كل مره هتسرق هاكل حته من جسمك. تحب نبدا بايه من جسمك دلوقتي؟ بيقول له انتوا اللي هم مين يعني؟ بيقول له احنا افانوم، خليني ابدا بدماغك. هو بيقطم دماغه. فينوم بيخش جوه، وتشين بتقول له ايه ده ايه دي؟ بيقول لها معلش اصل انا مصاب بطفيلي. هو بيسيبها ويمشي. فينوم بيقول له انت بتقول عليا طفيلي؟ ما تغلطش تاني واعتذر لي حالا. بيعتذر له، هو بيروح يعمل تحقيق مع مجرم اسمه كاريج. بيقول له انتظرتك كتير يا ايدي، هخرج من السجن واقلبها مجزره. وهنا بينتهي الفيلم. لو كنتوا عايزين الجزء الثاني من الفيلم هبقى اكتب لي في كومنت يا صديقي، وتحط لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل جديد، وتخش تاخد لفه في القناه هتلاقي افلام كتير هتعجبك. وكلمه اخيره للاشخاص اللي بيسرقوا فيديوهاتي، يا ريت محدش يسرق شغلي وتعبي وياخدوا لحسابه الشخصي على اي منصه، بتاكد زر مني هاذيك، فخليك بعيد عني وربنا ما يجعلني سبب في اذيه حد. يا رب تكون الرساله وصلت. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.